فاضل 3 ساعات على الفطار، فقلت ادلع نفسي واعمل لي شيش طاووق بس بطريقه صحيه. قمت نازل جايب لي نص كيلو وراك فراخ ومقطعها مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين. وعشان نعمل تتبيله الشيش طاووق محتاجين علبه زبادي وعليهم معلقتين صلصه ومعلقتين زيت زيتون ومعلقتين خل. وهنقوم نازلين بالتوابل بتاعتنا، مرقه فوريه وملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، ونقوم نازلين بالفراخ بتاعتنا ومقلبين كل حاجه مع بعض وسايبينها في التلاجة حوالي ساعتين لحد ما تشرب التتبيله. وعلى جنب هنقوم مقطعين شويه فلفل الوان اصفر واحمر بس انا عايزهم مكعبات كبيره. وهنقوم جايبين عصيان الشيش طاووق وحاطين طبقه فراخ بعدين فلفل لحد ما يبقى معانا بالشكل ده. وفي اي طاسه عندنا على النار هنقوم نازلين بمعلقه زبده، اول ما الزبده تبدا تدوب معانا هنقوم مدين صدمه سريعه للشيش طاووق بتاعنا. في اي صينيه بتخش الفرن هنقوم حاطين الشيش طاووق وسايبينه يكمل سوا في الفرن حوالي تلت ساعه نص ساعه لحد ما يستوي وياخد له تحميره بسيطه. وعقبال ما يستوي معانا نقوم عاملين الصوص اللي احنا بنغمس فيه، علبه زبادي وشبت ونعناع وخيار مبشور وفص ثوم ونص ليمونه ورشه ملح فلفل اسمر كمون، ونقلب كل حاجه مع بعض لحد ما الصوص يبقى جاهز معانا. وكده الشيش طاووق استوى. اي طبق عندنا هنقوم نازلين بعيش تورتيلا وعيش عربي وحاطين سياخ الشيش طاووق وجايبين شويه بصل وعليهم خضار وشويه سماق هنقوم مجرنشين بيهم وبس كده احنا خلصنا. وكنت عايز اقول لكم اللي ساعدني في الوصفات الصحيه دي كان برنامج رشاقه، ان انت تقدر من خلاله تحسب سعراتك الحراريه، وكمان هتلاقي عنده وصفات كتيره صحيه ممكن تفيدك في رمضان. بس كده نقوم جايبين سيخ الشيش طاووق بتاعنا ومغمسينه في الصوص اللي احنا عملناه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات فطاركم ايه النهارده. وبس كده.